التصنيف من أوائل الأوائل كعبد الله أبو القاسم ابن عبد الله ابن سلام، هذا الإمام الجهبذ الكبير الذي أسميته بإمام الغريب، فكتب في غريب اللغة وكتب في غريب القرآن وكتب في غريب الحديث، وهذا من أوائل المصنفين الذين صنفوا في هذا. جيد. فأول ما يذهب إليه الباحث في نوع من حيث أنواع التصانيف لكي يستقي مادة المفاهيم هذه الخاصة بالقرآن يذهب إلى إيش؟ غريب القرآن، كتب الغريب. يبقى إذن كتب الغريب أولا، ثم كتب المعاجم اللغوية، كتب المعاجم اللغوية. طيب جيد. هل هذا فحسب؟ لا، بل هناك كتب عرفت بكتب المفردات، كتب عرفت بكتب إيش؟ المفردات. ولا يظن الظان أيضا، وهذا مما يقع فيه كثير من أهل الاختصاص، الخلط بين كتب الغريب وكتب المفردات، الخلط بين كتب الغريب وكتب